السؤال: هل انك راضي على حياتك؟ هل انك كل ما تشوف في المرايه هاك الشخص هذاك اللي قدامك انت راضي عليه؟ ولا بالكش تتصور اللي ينجم يكون ناجح اكثر ببرشا؟ بالكش قاعد يسوق في الفراري نتاعو تويكا، ولا بالكش في البواطه محاصر يمينا وشمالا من الزبابر ويصرف في فلوسه، فهمت؟ لا، الرب هو اللي يعرف اخرتها وين. حتى انا ذاك شنو قلت يا سيدي بن سيدك. شوف، عندك زهر ينيك في الراس. الفيديو متاعنا اليوم مخصص بالضبط للانسان اللي كيفك انت. اذا كانك انت انسان تحب تنجح في الدنيا دي ومستعد تضحي باي حاجه انكلو الاخره متاعك، انت في البلاصه الصحيحه. ساعه لهني قاعد نسمع في ناس تلوم عليا: شبيك سي فؤاد باجي راك ياسر بتيت ياسر بتيت راه برجولي. لكن شوف، لازمكم تفهموا اللي انا طويك حرفيا حاتزبر حياتي على المحك، على خاطر الطريقه اللي باش نكشفها لكم في فيديو اليوم هي الطريقه الوحيده اللي توصلك باش تنجح في حياتك. لا تقوم لزبي ل4 متاع الصباح، لا تدبكي روحك في بيسين متاع ثلج. ادي هذاك الكل بولشيت، هذا الكل اخترعوه هاك الجماعه الكروز متاع روثشايلدز وبلاك روك والروكفيلرز، فهمتني؟ باش يلهيوكم على الطريق الصواب اللي سلكوه هما، اللي انا باش نفضحه في الفيديو هذيا. وهذاك علاش انا متاكد اللي اول ما تهبط الفيديو شفت زبورم تليفوني هذايا الا ما يدي ما يتبلع بالمساجات والتهديد والوعيد. سايب علينا سي فؤاد باجي، علاش تكشف الاسرار متاع النجاح لهالعبيد لهالبيزنتس هذوما اللي ما يسواو حتى فرنك؟ يزي مضيع الوقت وخلينا نغوص مباشره في صلب الموضوع. الطقوس الشيطانية اللي باش نعملوها اليوم، فهمتني؟ باش تتضمن مذابح، فما رقاب باش تتقص، فما مساكين باش يموتوا. ما الزبي هو يا اخي، في بالك باش ننجحوا بلا ما نعفسوا على المساكين؟ يعطيك نم الزبي، مش في بالك باش نوصلوا لها بالاتقان والعمل والتفاني والاخلاص؟ اسمعني، خلنا نعطيك اكزامبل ينيك في الراس باش نفسر لك قداش كلامي انا صحيح. فرضا جدلا انك انت عزيزي المشاهد او المشاهده في كرهبه، قاعد في روج قدامك ضوء احمر، انت راكب بيان سور في كليو 1 لتر 4 سيلندر اش ما يجي في بالك باش تشري بالاخلاص نتاعك يا منيك، وانت فك الميزيريا هذيك، واذ بك تسمع في هدير نتاع محرك 8 اسطوانات من يسارك جاي الصوت هذا، ثم بالمنيك 400 حتى شي 500 حصان، فهمتني؟ قاعدين يغرغروا. تتلفت تلقى السيد يسوق في لامبورغيني. السؤال: حسب رايك شنو يخدم السيد هذاك؟ حسب رايك شنو يخدم السيد هذاك؟ مانيش عراف، لست بساحر، اما انا متاكد اللي الخدمه اللي قال لك عليها مخك هي خدمه إليغال، كوزوسوا نطار ولا لحام ولا غبار ولا تاجر اعضاء بشريه ولا تاجر بشر ولا سياسي ولا الى اخره. كون متاكد ومطمئن انه الغريزه نتاعك قالت لك مستحيل السيد ذاك يكون وصل لها بالاتقان والاخلاص. دونك بعد ما اثبتت الصحه نتاع النظريه نتاعي انا بهذا المثال السريع والدقيق، هات خلينا ندخلوا تويكا في الطقوس نتاعنا. تبقى الشباب عندنا مشكل صغير، فهمني؟ لازم نفضوه قبل ما نبداو. المشكل هو انه في عصرنا الحالي قال لك ولا ثم ما يسمى بحقوق الانسان، وبارامو المراه ولاو يعتبروها انسان، دونك حقوق الانسان هذه تنطبق عليها. حسيت ما عادش كيما قبل وين واحد ينجم يجيب عذراء ولا زوز ويتكي عليهم، فهمتني؟ ويا ناس ما كان فيس. اما كاو هذاك باش تعمل معناها واحد لازم يتاقلم مع الحياه. هذاك علاش انا تاقلمت وجبت كعبات مرقاز اللي هما سوبوزي يسمبوليزي ويمثلوا العذراء. نعرف من الوهله الاولى ما تحساش انتويتيف برشا الحكايه كيفاش مرقازه تمثل العذراء، لكن تبعني مليح. شنو في وسط المرقازه؟ الحم، شحم ودم كيما المراه بالضبط. شنو اهم حاجه في المراه؟ مستوى التعليمي، الاخلاق، الاحلام والاهات. فاش تنيك الزبي؟ غشاء البكاره هو اهم حاجه في المراه، خاطر من دونه هي ما تسوى حتى شيء، كيما كعبه المرقاز. من دون هذا الغشاء الرقيق، فهمتني؟ اللي يشد القيمه وكل شيء مع بعضه، ولينا نحكيو على حمى مفروم عاد، فهمتني؟ دونك فوالا، معناها جوست حبيت نعطيكم جوست سو بتي شونجمون لا، معناها كيفاش تعاملنا معاه، فهمتني؟ هات نجيو تويك المكون الثاني. المكون الثاني اللي باش نحكي لكم عليه شباب هو مكون سحري، مكون يؤمن به جماعة بكري. أي مرض تحكي لهم عليه يداويوه بهذا السلاح السحري. أبداها من وجيعة في الجراجم، البرودة، الكريس كاردياك، الساقك مقصوصة، كله يتم علاجه بالثوم.
الثوم فهمتني يحوي قوى سحريه، وهذا شنو قالوا لنا الناس بكري، وانا الحق نصدقهم ولاد الاحبه هذاك. كيفاش بناو البيراميد سينون؟ على خاطر عداو الاف السنين وهو يجرب ويفشل، يجرب ويفشل، يجرب ويفشل، باش في الاخر يعطيك الاجابه الصحيحه. هذاك علاش انا كي نخمم معناها كيما السيد اللي اخترع البريزرفاتيف قال لك اول بريزرفاتيف صنعوا من مصارن نتاع اللوش. دونك في قداش من حاجه حشا باش شولتو السيد هذا باش يتوصل للاجابه هذه. شوف قداش عانى، شوف قداش زب وعانى السيد هذا حرفيا باش يوصل يحمي المسافرين متاع الطيارات من انهم يعديوا ساعتين ل6 سوايع محبوسين مع انيك وانذل خلق ربي اللي هم البيبيات اللي يقعدوا ينوحوا فول كامل من دون اي اعتبار المشاعر فهمتني واحاسيس الناس اللي راكبه معاهم. دونك فوالا تويك احنا سور لو تيران معناها على الميدان كما قاعدين نشوفوا. هذوما معناها الاحجار السحريه نتاعنا بلوس العذراوات نتاعنا حاضرين. فهمت؟ نجيبوك السكين شويه تنقول لك عاد بشويه باش نظهر شاف معناها ماك تعرف لازم فهمتني ننظيوك السكينه نتاعنا. حاجه مهمه شباب، ما تستعملوش نفس السكينه للحم اللي تستعملوها للخضره، باش هك الميكروبات ولا الفيروسات ولا البكتيريا اللي موجوده على اللحم فهمتني ما ترسكيش معناها على السكينه ومن بعديك وب ينقزوا في الخضره نتاعكم. يلا نبداو. تحبوا تزيد تقربوا معناها ما شاء الله تفرجوا لنا كم هكا فوالا. يلا نقصوهم معناها هذوم. انا جو بريفير اني نقصهم على 4. فوالا تري بيان اي فوالا. به تويكا باش ناخذوا معناها الاله هذه اللي نسميها انا الغفاصه معناها. باش ناخذوا الغفاصه نتاعنا نحطوا فيها كعبات الثوم كما قاعدين نشوفوا مع بعضنا. ولا خلينا نجيبكم من هنا احسن بارامون هكا رؤيه معناها من الفوق، رؤيه صقريه كما نقولوا. به دونك تاخذ معناها الادوات هذه فوالا تحط الثوم معناها لنا فهمتني وتكبس. تخيل روحك معناها هكا في سهريه وفما كعبه زبور هكا من جنبك وانت شادك ترمو قاعد تكبس فهمتني. ولا ابدا من طو سنس روحك بالنجاح برو. راك سي بون راك حشيت والزبيت يفرح شبيك ماكش فرحان برو. سي بون راك لك سحق تقرا طويك لسحق تعب بروحك لسحق. سي بون برو فضيتها لك راني انا مشاكلي في الكل. ما نعرفش حاسك ماكش فرحان بما يكفي الزبي حاسك كاينك اللي ماكش يا اما ماكش مستوعب الوضع ولا باي. اسمعني شوف سيريوزمون اوزرتي جاي تو انت معناها هكا تو تحير عليك ضميرك وعامل لي فيها لا انا شريف وانا ما نمسش الحاجات الضومه وما نعتديش على الابرياء. تقوح على الزبي تيماريولك اللي انت لابسه تو هو اعتداء على الابرياء. التليفون اللي ملصقه في قبيعتك فهمتني وقاعد تتفرج فيه تويك هو اعتداء على الابرياء. مالاش في بالك الزبي تيماو يصنعوا فيهم في الصين وفي الهند فك السويت شوبس. فرخ تلقى عمره 11 سنه يضرب دينار في الشهر باش يصنع لك المريول نتاعك وانت تعرف الشيء هذا يا منافق فهمتني. اما طول اللي تلاعبها الزبي شريف وكذا. بالنسبه للناس اللي تحب تجي تفرج خليها تفرج. ابعثوه هنايك الاخر ما تسمعوش الاولاد ولا ما تسمعوا هيتر راهو الزبي. دونك فوالا خلينا نزوميو معناها على الاكشن. يلا نلقيو بيهم الكل في التهلكه. فوالا نستناوهم معناها شويه يتقلاو كعبات المركز نتاعنا. اون سوبوندون لا ما نعرفش كان صحيحه الجمله اللي قلتها ما يدفع في الزبي عصبه الفرنسا والاحتلال الفرنسي. اون سوبوندون لا شباب عندنا 3 كعبات طماطم فهمتني وعندنا 2 قرون فلفل. هذايا اخضر مش حار برشا وهذايا احمر يلهلب فهمتني. الحق انا شوف باش نكون صريح معاكم الاولاد ما نعرفش شنو الهدف منهم الطماطم والفلفل. اما ترو ستوري والله ترو ستوري. ليلتها حاسيلو اول وقت اللي مشيت عملت الطقوس نتاعي انا وايلون ماسك بيزوس معانا وقتها ونيمار يدي بالعين وزب كلب فهمني. مشينا هكا نتسهكوا فهمتني. من غدوه جيف بيزوس نكفيه بالكف يقوم فيا شبيك يا برو قلت له يعمل هاي مبروك وليت بليونير وطقوس البارح ما طقوس قلت له يوري فيها في الفيديوهات بديش عرايا رانا ندوروا على نار ودهنين رواحنا بالاحمر وفما برشا زبابر منا ومن غادي فهمتني.
تيبي قتلو، قال لي والله، قال لي تحشيلك تو وليت واحد منا. دونك انا تو قاعد نعمل في الفيديو هذه يا شباب بالك شي نربح طرف اجر نبالونسي بيه معناها كميه الحسنات ولا بلوتو السيئات. الزبي انا حسنات نتاعي مشوي نايك والكل، فهمتني؟ باكش نبالونسي بيه السيئات اللي ركبتهم على روحك، الذنوب اللي ركبت زبي فك النهار هذاك. يا بيزوس انا عم بوك وبتربوك ايش مهزني معاك ياك هاو. شمازال تويك مازال ترفيح. سيدي يجاني منا بابا الغالي. يلور شعنا فلفل زينه، شعنا ملح، زيت، راس حانوت، زيت حويجه اخرى ولا سايب علينا زعما ميسالش. ضربات فلفل اكحل يا سيدي وين وهاو. دونك السر الولاد في التفويح معناها انه ماك تعرف ساعات اذا كان عندك صاحبتك ولا كان ما عندكش ربي يرزقك، فهمتني؟ انه ساعات المدام تاعك تتقلق منك مش على خاطر الكلام اللي قلته ام على خاطر الطريقه اللي قلت بها الكلام. دونك لنا كيف معناها لازم الطريقه اللي نفوحوا بها. ما تنساش انه هذا كل شعوذه وب، فهمتني؟ تقذف بيهم غادي شويه فلفل احمر زاده وب، حلوه العمليه. ضربه فلفل اكحل زاده نورمالمون فما نار تشعل وزبي، اما فهمتني؟ ضربه فلفل اكحل، واخيرا وليس اخرا راس الحانوت وب. وهكا يا سيدي تو باش يبدا عاد السحر، تو باش تبدا كل كيميائيات هذيك تتسيب وتدور في العجه نتاعنا، فهمتني؟ والسبيس تايم يتحل في زقم وشرخ ويخرجوا منه كائنات من عالم موازي باش تجيب لك الشهره نتاعك، فهمتني؟ وتركبها في الروح نتاعك. من بعديك يعاودوا يرجعوا لك الاسباس 4 دي هذاك اللي كان فيه انترستيلار، فهمتني؟ وقت اللي هو يحكي مع روحه في الماضي باش هو متاع المستقبل يعرف اللي هو متاع الماضي، قاعد يهز فيه البلاصه باش هو العجه معناها بريسك حضرت درج من زمان تقريبا. في الدرج هذايا نحبك سيدي المشاهد تخمم كيفاش باش تستعمل الشهره نتاعك، فهمتني؟ خاطر الطقوس اللي عملناهم اليوم راهم ما يجيبولكش فلوس ديريكتومون، راهم باش يجيبولك شهره، وانت بعد امورك كيفاش تجيب بيها الفلوس الشهره هذيك. خاطر انا شنو نقول؟ انه اي انسان يعتقد ان الفلوس اهم من الانفلونس في عصرنا هذا هو بالضبط كما الوالدين اللي يطلبوا من ولدهم باش ينيك بوز في جو اونليني باش يمشي يجيب لهم الخبز. مش هكا تخدم الدنيا راهي يا برو، ما فيق لي الزبي فيق. كان مش الطب الحديث راهم هاك الناس هذاكم انقرضوا ما كل نهار يا ولدي، راه الدنيا لعجت عليهم ما كل نهار غير يحرز لهم. فما تلقيح وفما اسبرين وفما سماه ربي انتيبيوتيك وكالروايق البارد هذاك الكل. اذا كان ماشي في بالك انه التضحيه نتاعك بالاخره في حد ذاتها هي حاجه كبيره، مازال العرض برو. لازمك تضحي طويك باعز حاجه عندك في الدنيا هذه. كذكر شويه الزب نعرف حتى انا تفجعت برو. لازمك تضحي بالكرارز نتاعك بيان سور، مش معناها بالحق باش تقص كرارز، كمان سيمبوليكمون، فهمتني؟ ماك تعرف الامور هذه اليوميناتي وزبي فيها برشا امور السيمبوليزم. هذا علاش خويا باش نختاروا معناها كعبتين عظم اللي هما يسمبوليزيو الكرارز نتاعنا. ما تخافوش مازال باش تكون عندكم الطاقه الجنسيه بيان سور باش تنيكوا ما قابلكم معناها من الزبابير، اما كوميم معناها لازم ان جيست فهمتني؟ هذاك عادش ناخذ الكرزه الاولى ووب والثانيه فوالا، ونخليو الشيء الكل يبقبق مع بعضه. وان فوا معناها سي بون طابوا العظمات نتاعنا هكا تكون الخلطه نتاعنا السحريه جاهزه. وهكا انا عملت لي عليا، انا وريتك الطريق وريتك الدرب مع اللي كان انك تمشي فيه تويك. اون توكا خويا ولا اختي بيان سور معناها نتمنى لكم بقيه حياه ناجحه جدا، استمتعوا بما تبقى من حياتكم خاطر بارامون بعد الموت اما اون توكا انا متاكد انه من غدوه باش تجيك الشهره. وماك تعرف الشهرة تجيب الفلوس، فلوس يجيبوا كراب يجيبوا الزبابر يجيبوا الراحة النفسية والسلام الدائم في هذا العالم. دونك فوالا معناها فينالمون تنجموا تابعوني على الانستغرام اذا كان تحقوا اي نصائح اخرى في الحياة، فهمتني؟ او كالانستغرام نتاعي، فهمتني؟ وفيديو الطبخ كما عودتكم شباب الجمعة الجاية يهبط فيديو جديد، فهمتني؟ كما مستانسين. دونك فوالا شكرا على حسن المتابعة والاستماع والى اللقاء.